شوفوا لي صحاباتي الرفيس الجزائري الاصيل بنة وهم يزين طاولة الجزائرية في كل مناسبة. قبل ما نشوفوا الوصفة صحاباتي ديروا لي ابوني جيم للصفحة للفيديو، كومونتير شباب كيما نتوما، وروحوا نشوفوا الفيديو في رحبة. هنا حكمت قصعة درت فيها 4 كيلات سميد، درت فيها سميد متوسط، درت فيها الملح لافاني ومغرف كبيره تاع سكر باش ندوق احمرار شباب، كيله بين الزيت والدهان، ونقعدوا نبسو ندخلوا كاع هذاك اللي يدان في السميد تاعنا، ونلموا بالماء والماء زهر. غير بديك الكيله اللي كيلنا بها نكملوا بها حتى التالي. هنا بعد ما تحصلت على عجينه درتها في بلا، راني نحل فيها بيديا ونسقمها بلاكوبات كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نقطعها قبل ما ندخلها طيب باش طيب لنا من كل الجوانب، والمام في الوسط يطيب لنا الرفيس تاعنا. هنا بعد ما طاب على درجه حراره 160 درجه، تحصلت على هاد لاكولير، راني فتت فيه هكا بالمغرف قبل ما نطحنه في الاشواغ. وهنا جبت الاشواغ تاعي، راني نحط فيها داك البسس تاعي اللي طيبته اللي كنت ديجا فتته، نطحنوه كاع كيما جا ونصفوه. الا كانت اشواغ تاعكم تطحنه غايه وما تخليلكمش هذاك الغليظ، غير اشواغ يكفيكم. سينو الا كيما انايا تفوتوها في الصفايه وهذاك الغليظ تعاودوا تطحنوه تاني. من بعد كي كملت الكميه كاع كيما راهي جبت لها كيله تاع حليب. هذيك الكيله تاع الحليب درتها كاع في هاد الكونتيتي تاع الرفيس تاعنا، ودرته يفور ساهل وبنين بالبزاف كاع. هادو من التقاليد الجزائريه تاوعنا. هنايا صح درناه قلنا يفور، ها ولا في الكسكاس يفور. ومن بعد كي نشوفوه فار نقلعوه ونديروا له ماء زهر تاني، كيله تاع ما زهر وحدها ماشي مخلطه بالماء، كيله تاع ما زهر كيما راكم تشوفوا هنايا. ندخله تاني كاع في هذاك الرفيس تاعنا وهو حامي. هنا باش نعاودو نفوروه تفويره الزاوجه. هنا هو راه يفور، نجيبو كاسرونه نديرو فيها الحسل والدهن، غير قد ما الدهن يحمى قد ما يحمى ويذوب، ماشي ما نخلوهش يطبخ. كانوا عندي هنا حوالي 2 مغارف كبار تاع لوز درتهم، عندكم الكاوكاو ديرو. وراني ندير هنا تخلطوا على حسب ما تاكلوا، سينو انا خلطته كاع باسكو هو تلمم ما تبغيه بزاف. وهيا النتيجه النهائيه تاعه، بنين الشيرات والله لا بنين ويذوب في الفم. كيما نتوما تعسلوا على حسب ما تاكلوا، وخلوه ديروه في قابسه وبلعوا عليه، وزينته بالدراجي